ثبت في البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنهما: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، ثم قال: أليس بيوم النحر؟ أليس بذي الحجة؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لقد خاب من يسعى لإيذاء مسلم كما خاب من يرجو سرابا بقيعته. فللسان احفظ ولا تكلمي إلا بخير أو فصمت الزمي، وخشية الله فلازم وانتهي عما نهاك وامتثل لأمره. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، ويشير إلى لسانه. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله. وفي رواية: أكل ما نتكلم به يكتب علينا يا نبي الله. فقال: